بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي، بإذن الله النهاردة we will complete lesson 2 of unit 6. Lesson 2 today talks about the beauty of راس محمد. النهاردة هنتكلم عن فقرة عن راس محمد، هنشوف جمال الطبيعة اللي فيها ونعرف ونسمع كلمات جديدة ولازم نحفظها. key vocabulary word number 1 coral reefs، شعاب مرجانية. coral reefs repeat after me. snorkel يغطس بأنبوب تنفس. snorkel landscape منظر طبيعي. protected area منطقة محمية طبيعية. national park. mangrove trees أشجار المانجروف. mangrove trees. marine life الحياة البحرية. marine life. في برضو marine لوحدها معناها غواصة. famous مشهور. famous زي popular معروف. clear صافي أو واضح. land الأرض اليابسة. dive يغطس. أما dry يسوق أو يقود. local محلي غير international دولي. bedouins اللي هما البدو، الجماعة البدو. nature طبيعة. amazing مدهش مذهل. sea turtles يشاهد ايه؟ سلاحف البحر. sea turtles عندي سلحفة في اليابسة ودي سلاحف في المية. environment البيئة. environment. nearby بتساوي close قريب. mountains جبال mountains. rules قواعد أو قوانين. visitors الزائرين. peaceful لو أمن. safe برضو أمن يبقى peaceful تساوي equal ايه؟ safe. dolphin الدولفين. learn يتعلم. طيب هناخد conjugation of verbs اللي هو تصريف الأفعال. as we said before we can divide the verbs into regular and irregular verbs. present and past. تصريف الأول present، تصريف الثاني past or past in British language and past in American language. follow يتبع الماضي منها followed. protected بنا ايه؟ في الريجولار بضيف ed او دي او اي ed. اما الirregular تحفظ كما هي. no يعرف عرف. swam يسبح سبح أو يعوم عام. kept. important expressions and prepositions. in the south of Sinai في جنوب سيناء. known for معروف به. from all over the world من كل أنحاء العالم. home to موطن لي. take care of يعتني به بساوي look after. follow the rules يتبع قواعد والقوانين. keep the park clean and safe يحافظ على نظافة وأمان الحديقة. clean and safe. learn about يتعلم عن. a great place for مكان رائع لي. full of مليء بيه. طيب زي ما احنا متعودين قبل كده بيجيب كلمتين بيحطهم في جملة. famous park. راس محمد is a famous national park in the south of Sinai. راس محمد دي حديقة محلية مشهورة في جنوب سيناء. known coral reefs. راس محمد is known for its beautiful coral reefs, colorful fish and clear blue sea. يبقى راس محمد فيها حاجات جميلة. منطقة كبيرة فيها حديقة قومية مشهورة، فيها شعاب مرجانية، سمك ملون وبحر الأزرق الجميل الصافي. سنوركل ودايف يتنفس
بالأنبوب. People from all over the world visit راس محمد to swim, snorkel and dive. تمام. طيب اللي هما ايه؟ بيعوموا وبيغطسوا. nature amazing. the nature in راس محمد national park is amazing. الطبيعة فيها ايه؟ جميلة، فيها حاجات جميلة. طب it's important to follow the rules to keep the park clean and safe. مهم جدا نتبع قواعد عشان نحافظ على المنتزه نظيفة وآمنة. يعني مثلا don't throw the trash on the ground، ما نرميش الزبالة على الأرض. learn and marine. visitor learn about marine life and the culture of the local Bedouins. الزائرين بيتعلموا تمام عن الحياة البحرية دي والثقافة بتاعت البدو المحليين. تمام. طيب لان هم بدو هناك، فبيشوفوا طريقتهم في الكلام والكاستمز اللي هو ايه؟ traditions، العادات والتقاليد بتاعتهم. ناخد اسئلة على الكلمات. choose the correct answer from A, B or C. ده pop quiz سريع كده on vocabulary. you can space or dive in the sea. space اللي هي النقط يا ولاد، الدوتس دي. انت يمكنك او ان انت تغطس في المية. تعمل ايه؟ سنوركل طبعا، لان سنوركل برضو معناها يغطس. يبقى لا فلاي تنفع ولا بارك. سنوركل نمبر سي هي اللي هتنفع اهي، شايفينها يا ولاد. طيب نمبر 2 tourists from all A هي تعبير على بعض، اسمها ايه يا ولاد؟ from all over the world. يبقى نختار over اللي هي نمبر سي. come to visit راس محمد، بيجي يزوروا راس محمد. راس محمد is famous for its beautiful ايه؟ برضو دي كلمتين مع بعض اللي هي coral reefs، الشعاب المرجانية. coral reefs مشهورة بالشعاب المرجانية بتاعتها الجميلة. نمبر 4 life in the countryside. يبقى أنا عندي الريف بتساوي village اللي هو countryside is ايه؟ it's not noisy، بيقول هو مش مفهوش ضوضاء، يبقى هو ايه؟ peaceful. تمام. نمبر ايه؟ آمن كده ومسالم، الدنيا هادية فيه. تمام. طيب نمبر 5 please زياد نقط your room clean and tidy. خلي اوضتك ايه بقى؟ نظيفة ومرتبة. يبقى هو بيقول له ايه؟ بيقول له ايه؟ keep احفظ او حافظ على ان اوضتك تبقى نظيفة ومرتبة. مش هينفع اقول له فولو. هو لو كان فولو دي لو كان في الجملة في ذا رولز، اتبع القواعد. عندي كيب حافظ على ان ايه النمبر دي يا ولاد. خلاص. طيب نيجي بقى نشوف listening and reading about راس محمد. What do you know about راس محمد؟ راس محمد is a famous national park in the south of Sinai. دي ايه يعتبر في جنوب سيناء، Egypt في مصر. It's known for its beautiful coral reefs، معروفة بايه؟ الشعاب المرجانية بتاعتها الجميلة، والcolorful fish والسمك الملون، and clear blue sea، وكمان البحر الأزرق الصافي الجميل. People from all over the world visit راس محمد to swim, snorkel and dive. تمام. هي حديقة وطنية مشهورة تقع في جنوب سيناء بمصر. تمام. تشتهر بشعابها المرجانية الجميلة وأسماكها الملونة وبحرها الأزرق الصافي، وبيزور الناس من جميع أنحاء العالم راس محمد للسباحة والغطس باستخدام أنبوب التنفس اللي هي سنوركل والدايفنج اللي هي الغوص. طيب the nature in راس ناشونال بارك is amazing. يعتبر ايه؟ الطبيعة مذهلة. the park is home to many kinds of animals and plants. يعتبر ايه يا ولاد؟ بيقول لي ان المحمية تمام دي تعتبر موطن لأنواع عديدة من الحيوانات والنباتات، فيها حيوانات ونباتات كتير. you can see sea turtles، هتلاقي سلاحف بحرية ودولفينز دلافين and many types of birds، وأنواع كتيرة من الطيور. there are also mountains and mangrove trees near the beach. هنلاقي كمان ايه؟ في جبال وأشجار المانجروف دي بتقع بالقرب من الشاطئ. طيب راس محمد is a protected area. This means that people must take care of the land, sea and
animals. It's important to follow the rules to keep the park keep اهو يا ولاد اللي احنا جاوبناها فوق clean and safe. يبقى راس محمد دي يعتبر منطقة محمية، هذا يعني ان يجب على الناس الاهتمام بالارض والبحر والحيوانات، من المهم اتباع قواعد الحفاظ على المحمية نظيفة وآمنة. طيب بص تحت كده. In the park visitors learn about nature, marine life and how to protect the environment. تمام. They also learn about the culture of the local Bedouins who live nearby. في المحمية بيتعلم الزوار عن الطبيعة والحياة البحرية وكيفية حماية البيئة، كما يتعلمون عن ثقافة البدو المحليين اللي بيعيشوا بقرب منها. تمام. راس محمد is a great place for anyone who loves the sea, animals and peaceful landscapes. راس محمد دي مكان رائع لكل من يحب البحر والحيوانات والمناظر الطبيعية الهادئة. تمام. طيب نبدأ بقى يا جماعة ان احنا نجاوب على الأسئلة. طيب determine the meaning of words and phrases. حدد معاني الكلمات والعبارات. The underlined word amazing is the opposite of what يا ولاد؟ عكس كلمة مدهش. عكسها ايه؟ دي حاجة مذهلة، عكسها طبعا وجميلة، عكسها ان هي قبيحة ووحشة، يبقى عكسها ugly اللي هي نمبر A. تمام. طب نمبر 2 the meaning of the underlined word known is ايه؟ حاجة معروفة، يبقى التانية ايه يا جماعة؟ التانية ايه؟ هو بيقول المعنى بتاعها مش الاوبزيت، المعنى بتاعها اللي هي السينونيم بتاعها حاجة معروفة، يبقى famous مشهورة ومعروفة. famous اللي هي نمبر دي. خلاص. يبقى نفرق we must differentiate between the opposite and the meaning and the synonym and antonym. تمام. طيب نبدأ بقى نتكلم عن المضارع البسيط the present simple tense الفورميشن. طيب when I talk about any tense in the English language we must know that we learn six things. هنناقش we will discuss six things. ماشي. what are these things that we will talk about them today؟ طيب thing number 1 for or formation تكوين. تمام. after that keywords كلمات الدالة. after that مش مهم بالترتيب، المهم ان انا مفروض اناقش الست اشياء دول: التكوين يا ولاد، الكلمات الدالة، تمام، السؤال والاجابة، الاثبات والنفي، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. تمام. ايه كمان؟ اليوزنج اللي هو الاستخدامات او الاستخدام او اليوسز اللي هي الاستخدامات بتاعة الزمن. طيب نبدأ. أنا عندي الفورميشن بيقول لي بالنسبة للسبجكت الفعل عندي I أنا، يو أنت، وي نحن، زي هم. طيب دول الفعل بيبقى زي ما هو بدون أي إضافات without any addings. تمام. eat يبقى I eat، you eat، we eat، they eat. طيب he و she و it لا هحط اس. يبقى أنا عندي في المضارع البسيط لما الفعل يبقى مفرد لا اما هضيف اس او اي اس او اي اي اس. فاكرين ساعة الماضي كنا بنقول دي او اي دي او اي اي دي، ده بقى اس او اي اس او اي اي اس. طيب الاس اللي هو الفعل عادي. طب اي اس لا بقى، ده لو كان في نهايات محددة زي الاس، الاس اس، الاس اتش، السي اتش، الاو، الاكس. تمام. طب امتى اي اي اس؟ في حالة بقى زي مثلا study الفعل بينتهي بواي بس يكون قبله كونسونانت. تمام. حرف ساكن زي مثلا study انا قبل الواي في دي. تمام. فساعتها تبقى studies، he studies English now، وبيذاكر. ماشي. he studies English today، هيذاكر انجليزي النهارده. تمام. today not now. تمام. when I say now، تمام، I will say
he is studying English now. تمام because now the present continuous tense. تمام but I can say he studies English today. تمام complete. طيب فبيقول لي مثلا he eats lunch at home every day. هو بيأكل الغداء في المنزل كل يوم. طيب ايه تاني؟ verb to be. انا عندي verb to be, verb to do, verb to have. طب الverb to be I تاخد am, he و she و it ياخدوا is, you we و they ياخدوا are. فاقول مثلا I am 10 years old. عندي 10 سنين. he is a chef. هو شيف. طيب verb to have هنقول ايه؟ I have one brother. تمام لكن he has one brother يبقى او he has a green bag. هو عنده شنطة تمام خضراء. ونلاحظ كان ممكن اقول تمام يبقى انا عندي لما يبقى فيه صفة يا جماعة قبل الاسم بنجيب تمام او ان. يبقى انا لو كان في حالة لو الحاجة دي مفردة تمام يعني انا مثلا ممكن اقول he has many bags. هو عنده شنط كتير. فمش هقول امان يبقى ما ينفعش تمام لان او ان بتيجي حاجة مفردة. تمام طيب يعني he has a bag او or a green bag عشان دي يا دوبك شنطة واحدة. ماشي ندخل بعد كده على النيجاتيف ستيتمنت. يبقى احنا كده يعتبر خدنا التكوين. طيب النيجاتيف ستيتمنت انا بتكلم كده عن تاني حاجة هناقشها وسهلة جدا. يبقى انا بقول الاي واليو والوي والزي بختار don't. يبقى مع الجمع يا جماعة بختار don't. مثلا I don't go outside. انا مش هخرج بره. طيب الهي والشي وات اختار doesn't. ونلاحظ بين الابريفيشن اللي هو الاختصار بتاعها وبين الكتابة بتاعتها العادية الدو وبعدين مسافة ونوت او هختصرها ادمجهم في بعض بس في ابوستروفي فوق يبقى don't. طيب الانتروجاتيف هنتكلم على الحاجة الثالثة. انا عندي يا ولاد there are two types of questions. تمام questions that starts with a helping verb تمام بفعل مساعد and another type of question that starts with a question tool يبقى بيبدأ بأداة استفهام and ends with a question mark وبينتهي بعلامة استفهام. طيب زي مثلا ده بيبدأ ب helping verb فعل مساعد. do I like meat أو do you like meat. هل انت بتحب اللحمة او انت. يبقى انا عندي يو دي يا جماعة ليها اكتر من معنى. معناها انت او انتي او انتم او انتن. تمام بتكلم بيستخدمها كمفرد وجمع وللذكر وللانثى. تمام بس في التصريف في الانجليزي بتعامل معاملة الجمع. طيب does he like meat يعني هل هو يحب اللحمة. طيب اللي helping verb يا جماعة دي الإجابة عليهم yes أو no. أقول yes I do or no she doesn't. تمام طيب نيجي بقى النوع التاني WH question or word. مثلا كل اللي هعمله ان انا هضيف أداة الاستفهام. مثلا what do you do at night. انت بتعمل ايه في الليل اهو. يبقى انا نخلي بالنا what ادي أداة الاستفهام بعدها do ادي الفعل you ده الفاعل do ده الفعل الاساسي اللي هو بيجي في المصدر at night ده كمالة السؤال بعدين question mark. طيب لما اجي اجاوب على السؤال ده بعمل ايه يا جماعة؟ بحذف أداة الاستفهام الاولى وبحذف علامة الاستفهام الاخيرة. بعد كده ببدأ اجيب اول وقتي بيقول انت بتعمل ايه في الليل. بيسألك انا لما حد يجي يسألني انت بتعمل ايه في الليل برد اقول انت ولا بقول انا؟ بقول انا طبعا. يبقى اليو كده هحولها لاي. طيب وابدأ بقى انا اشوف انا كنت بعمل ايه. مثلا I study English at night. انا بذاكر انجليزي في الليل. طيب اليوسج اللي هو الاستخدام or uses. طب امتى بستخدم مضارع بسيط يا جماعه؟ we use the present simple tense to talk about facts. انا بتكلم عن حقائق. تمام مثلا راس محمد is a protected area. دي منطقه محميه دي حقيقه فعلا. تمام طيب الhabits and routines. he usually goes swimming on Fridays. دايما بيروح يستحمى في ايام الجمعه يروح البسين يروح
اللي هو العوم، يمارس رياضة العوم او السباحة. طيب لاحظنا حاجة يا جماعة، انا جاب لي كلمة دالة اللي هي usually وجابها قبل الفعل. هو ما قاليش هي جوز يوجوالي، هو قال لي هي يوجوال الكلمة الدالة الأول وبعدين جوز، وجوز بصوا لاحظوا آخرها أو اللي هو جو، فلذلك حط بعدها اي واس زي ما قلت لكم في زي او واكس واس 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 اتش وسي اتش، فخلاها جوز. swimming on Fridays في أيام الجمعة. I get up early يعني أنا بستيقظ مبكرا. طيب نيجي بقى في adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار، زي عندي never و rarely و sometimes و often و usually و always. مثلا أبدا، تمام، يبقى دي بتيجي لو احنا جبناها مثلا من اليمين للشمال من أول always يا جماعة، دي خلاص 100%، دي حاجة دايما بعملها. usually تبدأ بقى الحاجة تقل، شايفين حتى السهم اللي هي الحاجات الزرقاء بتقل لغاية ما تبقى بيضة خالص عند نيفر اللي هو مفيش خالص، صفر. طيب قال لي usually هو عادة، بعد كده often غالبا، sometimes احيانا اللي هو في النص كده، rarely نادرا، never دي خلاص مفيش خالص. adverbs of frequency come before the main verb of after verb to be in the sentence talk about how often the action happens، عشان بتقول لي كم عدد المرة الحدث ده حصل، خلاص. فبتيجي يا جماعة قبل الفعل الرئيسي، تمام، قبل الفعل الرئيسي، دي مهمة. يعني اقول I always watch، ما ينفعش اقول I watch always. I always watch TV at night، انا دايما بشوف الايه ماتش في الليل. طيب بشوف التلفزيون. طيب she is never late for work، هي عمرها ما بتتأخر على الشغل. she is never late for work. طيب يبقى انا ملاحظة حاجة، بص انا جبت المرة دي she وبعدين الفيرب to be وبعدين الادverbs of frequency and بعد كده rest of sentence اللي هي بقية الجملة، تمام. يبقى كده يا جماعة نعرف الفرق بين انا عندي الفيرب to be، تمام، يبقى انا عندي الكلمات الدالة اللي احنا قلناها فوق زي never و rarely و sometimes و often و usually و always، دول بيأتوا بعد الفيرب to be وقبل الفعل الأساسي، يبقى لازم نفرق بينهم. يبقى أنا عندي كل الكلمات الدالة اللي فوق دي تأتي بعد الفيرب to be وقبل الفعل الأساسي، تمام اهو. يعني بتأتي قبل الفعل الأساسي usually جت قبل go، وبعد الفيرب تو بي النيفر جت بعد ار، يبقى we usually go out on Fridays، احنا بنخرج يوم الجمعة. we are never late for school، احنا عمرنا ما بنتأخر على المدرسة. لاحظ عند استخدام never في النفي اللي يتم حذف حرف الاس من الفعل اذا كان الفاعل مفرد، تمام. يعني مثلا he never forgets، هو زي مثلا انا لما اقول he doesn't ايه برضو he doesn't ايه forgets his school books، هو برضو ما نساش مثلا الكتب بتاع المدرسة بتاعته. طيب يبقى انا عندي النيفر دي يا جماعة اللي يتم حذف حرف الاسم من الفعل لو كان ايه الفاعل مفرد. طيب نلاحظ هنا كيف احنا كده اتكلمنا عن حاجات كتير، تمام. زي مثلا انا عندي عايزين بس في الافيرماتيف والنيجاتيف عرفنا doesn't، تمام، don't، عرفنا النوعين بتوع السؤال، تمام. طيب نبدأ بقى في حل الأسئلة. بيقول لي read and write the correct form of the words between brackets. My uncle not travel to a different country every year، يروح لدولة مختلفة كل سنة. طبعا احنا دلوقتي بيقول لي every، و every دي دالة على مضارع بسيط، واصلا الدرس بيتكلم عن مضارع بسيط، وماي انكل ده مفرد يبقى هتبقى travels هنحط لها اس. طيب نمبر 2 not باسل and نادر، تمام، اسمين، واحد اسمه باسل ونادر go to work by car every morning، بيروحوا المدرسة بالعربية كل صباح، تمام. طيب طالما نفرين يبقى جمع، يبقى بدل ده تبقى دو، يبقى دو باسل اند نادر. طيب
she. طيب she دي مفرد، هتاخد don't ولا doesn't؟ طبعا doesn't، يبقى she doesn't study in the afternoon، يبقى هي مش بتذاكر في في وقت الظهيرة. طب لو احنا خليناها doesn't يا جماعة، ملاحظين حاجة؟ تمام، مفروض او لما جينا فيها، تمام، لو كانت مثلا مش منفية كنا نقول مثلا she studies، هنضيف IES. طب انا عايزة انفيها يبقى she doesn't study، يبقى لما جيت نفيتها يا جماعة ب doesn't خليت ال study infinitive مصدر زي ما هي. طيب how نقط عمر get ready for the exam. طيب يبقى how ايه؟ get ready عمر ready for the exam. طيب انا عندي عمر get ready، يا ترى هو مستعد للامتحان. طيب how does the movie starting. المهم يا جماعة انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو، اسئلة كتير، درس النهاردة كان طويل. يا ريت اعتبر ان الواجب بيج 22 and 23، تمام، 24 دول الثلاث صفحات بتاع الواجب، تحلوهم وابعتوا لي اجاباتهم في الكومنتات، ولو حد في سؤال مش عارفه برضو يبعت لي في الكومنتات، تمام. وباذن الله لو في حاجه وقفت معاكم هقولها لكم في الدرس الجاي مع ليسون 3. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.